معايا شيك بمبلغ كبير وهبدأ بيه من هنا. شيك؟ وللأسف استغلوا المتهم وراحوا معاه يصرفوا الشيك، وهو نفس اليوم اللي اتسرق فيه البنك. واللي ما يعرفوش سليم إن مديحة واللي معاها دول عصابة بتسرق وبتقتل وبتتاجر في المخدرات، ومديحة هي زعمتها بتدبر وتخطط لكل حاجة بجانب إنها مدمنة. ضحكوا عليه، ضربوه ورموه في أوضة زي بدروم في الفندق بتاعهم. الفندق ده كان زي ستار بيخفي وراه العصابة أفعالهم وأعمالهم الإجرامية اللي بتضر المجتمع ده كله. وعرف البوليس مكانهم وحاولوا الهروب وهم بيتقبض عليهم. في اللي اتصاب ومات وفي اللي اتاخد للسجن، ولقوا سليم حابسين وللأسف اتاخد بذنبهم واتقبض عليه، واديه اهو امام حضراتكم محبوس في السجن. والورق والتقارير اللي مع حضراتكم زورته المتهمه الرئيسيه في القضيه مديحه، وهي اللي اتعمل لها تحليل دم زي ما مذكور في الورق اللي قدمته النيابه. لكن نتيجه لعلاقاتها ونفوذها عرفت توصل للطبيب اللي هيكتب نتيجة التحليل. اترشى وزور علشان تثبت التهمة على سليم. وكل كلامي مكتوب في الأوراق اللي أنا قدمتها لحضرتك. بعد المداولة سليم، بعد ما تخلص القضية ارجع لبلدك يا سليم. أبوك ما سابكش حتى لو للحظة واحدة، هو مستنيك ترجع له يا سليم. ارجع له، وكفاية كل الأيام اللي ضيعتها. محكمة. بعد الاطلاع على الأوراق ومعرفة كافة التفاصيل، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سليم عادل أمين بالبراءة. رفعت الجلسة. أنا غلطت في حقه كتير وسبته وأنكرته وبعدت بعيد عنه ومشيت في طريق تاني غصب عنه، وهو غفر لك ده كله. والدليل كمان إنه بعتني ليك أكون معاك وأدافع عنك قدام محكمة ما فيهاش أي عدل. وأدي أهو دفع الدم وخرجك من كل مشاكلك ورياشك. بعد ده كله أبوك ما يستحقش إنك ترجع له يا سليم. ارجع له يا سليم، ارجع له. أبويا سليم، أبويا بعد اللي عملته فيك ده كله بتغفر له وبتسامحني. غلطت في حقك وسبتك وأنكرتك. أنت حنين أوي يا أبويا. يا ناس أنا لقيت ابني يا ناس، كان ضايع ولقيته. احنا كلنا دلوقتي لازم نفرح، لان ابني ده كان ميت وعاش تاني، كان ضايع وانا لقيته. انا